هلا، مساء الخير. أنا كاظم الساهر، كثير سعيد باستضافة فوغ في بيتي، وكثير سعيد أنه هذه الفرصة أنه حتى أتكلم بها عن مراحل مهمة جدا في حياتي. دائما محبتي، دائما أقولها لأني أحبكم أغني. أهم المحطات في حياتي حقيقة، أولا لما كنت عمري 12 سنة وقررت أن أبيع البايسكل وأشتري جيتار، وتعلمت خلال 3 أشهر وبدأت التلحين قصيدة اختارتها من مجلة، وكانت قصيدة رائعة طبعا اسمها أين أنت يا حياتي. لحنت القصيدة بطريقة كلاسيك. هاي المحطة الأولى أنه وجدت نفسي أنه عندي قدرة رائعة على التلحين. المحطة الأكثر مؤلمة بحياتي عندما يعني مرحلة العشرينات كلها أنه ضاعت في سنوات الحرب، خسرتها تقريبا، ولكن رب ضارة نافعة. ومن بعدها استغليت الفرصة. المحطة الأكثر خدمتني أنه دخلت معهد الموسيقى، دراسة الموسيقية 6 سنوات، درست الموسيقى بشكل أكثر جدي. المحطات المؤلمة اللي مرينا فيها في بغداد لما صارت الحرب، لما كان يضربوا بغداد 42 يوم، أنا كنت أضع تلحين بعض الأغاني، ومن أهمهم كانت مدرسة الحب اللي هي من أشهر أغنياتي الآن. مدرسة الحب كنت خايف جدا أن تضيع من إيدي، فكان لما يضربون بغداد بالقنابل كنت أنا أخذ الأغنية وأخليها بغرفة بعيدة عن غرفتي، واكتب عليها أنه إذا أحد يعثر على هذه الأغنية أرجو أن تسلم بيد من يستحقها. بعد الحرب كان حصار على العراق كله، حصار مو على السياسة للأسف فقط، وإنما حصار كان على الشعب. أول بلد دخلت للأردن، ومن بعدها لبنان. لبنان كان ترحيب جدا رائع. حسيت نفسي أنه أستمد القوة هذه من خلال جمهوري، يعني جمهوري اللي أعطاني الكثير بصراحة، جمهوري اللي أعطاني الكثير وقدمت قطع موسيقية رائعة الحمد لله، منها أنا وليلى اللي فازت من أفضل 100 أغنية في العالم، طلعت نمبر 8، 8 طلعت. فأنا بالنسبة لي فخور جدا بي. مرة ثانية أشكركم جدا لأن أنتم تشاركوني هذه الرحلة الرائعة من حياتي، تشاركوني هذه المراحل الجميلة الحزينة اللي من وراها صار الإبداع، اللي من وراها دائما نتعلم أن الضربة اللي ما تموتنا تقوينا. شكرا لأنكم دائما معي، وأنا فعلا أحبكم. شكرا لكم.